السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ياسمينة. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب لكم 3 ديال الانواع ديال العصير بمركز البرتقال اللي سبق لي وحضرته، ودابا نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. مركز البرتقال هو هذا، يعني اقتصادي وزوين، يعني المذاق فيه رائع، خصوصا بالنسبه الى خلطناه مع الفواكه، يعني فيه مذاق زوين بزاف. غادي نحتاجو باش غادي نحضروا هذا العصير هذا. بالنسبه للعصير الاول غادي نصاوبوا من فاكهه الكيوي. غادي نحتاج 3 ديال الحبات ديال الكيوي، سكر اولا سكر حبيبات كيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا مركز البرتقال، غنستعمل علبه اللي كيكون فيها كما سبق لي وحطيت في الفيديو ديال مركز البرتقال، كل علبه كندير فيها 180 مليلتر، وكل علبه كنصوبها مع لتر من الماء. العصير الثاني غادي نستعمل فيه 2 حبات ديال الموز مع سكر حبيبات ومع علبه اخرى ديال مركز البرتقال اللي كيكون فيها 180 مليلتر. بالنسبه للفاكهه كيمكن لك تزيدي او تنقصي على حسب يعني الكثافه ديال العصير انت اللي بغيتي. يعني الا بغيتي العصير يكون ثقيل كتزيدي الفاكهه، كنتي بغيتي خفيف كتنقصي الفاكهه. وبالنسبه للعصير الثالث غادي نخدموا من الفريز. الفريز هذا هو الفريز اللي سبق لي وحضرته معكم ودرته في المجمد، كما كتلاحظوا الشكل ديالو كيكون عندي حاضر في المجمد، فوقاش ما احتاجيتو كنجبدو وكنطحنو. بالنسبه يعني الفريز واخا كتشوفوا هكا انا درتو في طاسه كبيره اولا في علبه كبيره يعني وتجمد لي بهذا الشكل، ولكن ملي كتجي تهزي راه كيتهز لك بسهوله، يعني ماشي كيكون قاصح بزاف، لان داك السكر اللي صوبنا في الفريز كيخلي لنا الحبيبات ديال الفريز دغيا كتهز. ملي كنجيو نهزو هكا بالمعلقه كيتهز لنا. غادي نحتاج كما سبق لي ذكرت الفريز، وغادي نحتاج مركز البرتقال. بالنسبه للعصير ديال الفريز ما غاديش ندير السكر، لانه الفريز سبق لي ودرت له السكر فاش درته في المجمد، والمركز ديال البرتقال حتى هو فيه السكر. يعني العصير ديال الفريز من الافضل ما نديرولوش يعني السكر. والا كنا غادي نستعملوا الفريز طري، يعني ماشي اللي درناه في المجمد بالسكر، كيمكن ديك الساعات نضيفوا السكر. نبداو على بركه الله. دابا من بعد ما قطعت الكيوي ديالي بهذا الشكل هذا، كنضيف 2 معالق معمرينش ديال سكر حبيبات. كما سبق لي وذكرت السكر كيبقى اختياري، وكنضيف هاد 180 مليلتر ديال مركز البرتقال، وغادي نضيف معاهم لتر من الماء. هاد العصير ديالي انا غنستعمل هاد الخلاط العمودي، كيمكن لك تستعمليه يا اما الخلاط العمودي اولا الكاس ديال الخلاط الكهربائي. هذا هو الشكل العصير ديالي من بعد ما طحنته كما كتلاحظوا ديال الكيوي. دابا غادي نديرو في الثلاجه، وغادي ندوز باش غادي نحضر العصير الثاني. بالنسبه للعصير الثاني درت البنان اولا الموز هنايا في الزلافه، غادي نضيف لهم 2 معالق كبار ديال سكر حبيبات، غادي نضيف مركز البرتقال، وغادي نضيف لتر من الماء. نخلط هذا العصير ديالي بهذا الميكسور. هذا هو الشكل العصير ديالي كما كتلاحظوا ديال الموز. كما سبق لي وذكرت درجه ديال الكثافه ديال العصير كتحكمي فيها بزياده يعني الفواكه. غنولي ندخل هذا العصير ديالي الثلاجه يبرد باش غادي نحضروا العصير الثالث. بالنسبه للنوع الثالث ديال العصير غادي ندير الفريز، غادي نضيف لها مركز ديال البرتقال، وغادي نضيف لتر من الماء. بالنسبه لهذا العصير هذا ما غاديش نضيف السكر، وغادي نطحن العصير ديالي. وهذا هو الشكل العصير ديالي ديال الفريز كما كتلاحظوا. حتى هو غادي ندخلو للثلاجه، ومن بعد ما يبرد لي العصير ديالي غادي نقدمو لكم في الكؤوس باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيف كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي حضرت لكم اليوم. كما كتلاحظوا كيجي المنظر ديالو زوين بزاف والمذاق لذيذ ومنعش لرمضان الكريم ان شاء الله. كنتمنى انه هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا معي في القناه ديالي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وتفعلوا داك الجرس الصغير بقرب زر الاشتراك باش توصلوا ان شاء الله بالجديد، ونلتقي في وصفه جديده والى اللقاء.